concours aussi Aynou Mady bii ñu doon def moom moo ci jëloon 5e kon 4e afwan concours yi bokk yëpp yàlla dogal na génnew ci 5 premiers yi ñu koy ñaan yàlla bu tax alquranul karim yàlla dina ko jëfal ndam. Aynou Mady TV mooy kii di nga xam ne mooy caméra Abdou Aziz Ndione ñoom ñoo defoon concours fee ci mairie Mbour bi ak concours bi amul ci mairie Saly yëpp participé na ci ñoom ñoo ko doxal tissu bu rafet bi ñu ñawal ko ko ngir yore koriteem tabarakallahu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا ورحمة للعالمين وجعله شفاء لما في الصدور والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من تلا القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أصحاب الفضيلة والسعادة ويا أهل القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نجتمع اليوم في هذا الحفل المبارك، حفل تخرج كوكبة من أبناء وبنات معهد دار الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم، الذين شرفهم الله بحمل كتابه العزيز وجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الحضور الكرام، إن القرآن الكريم هو أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة، فهو نور القلوب وحياة الأرواح ومنهاج السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم القرآن وتعليمه، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقرآن ليس مجرد كلمات تتلى، بل وأخلاق تعاش ونور يهتدى به ورحمة تملأ القلوب طمأنينة وإيمانا. أيها الأحبة، إن حافظ القرآن يحمل في صدره كنزا عظيما، ويكفيه شرفا أن يكون من أهل الله وخاصته، وأن ترفع منزلته في الدنيا والآخرة. فطوبى لهؤلاء الخريجين الذين سهروا ليالي وجاهدوا أنفسهم في سبيل حفظ كلام الله تعالى. ولقد أحسن الشاعر حين قال: يا حافظ القرآن دم متأدبا، فالنور يسكن قلب من يتلوه، واحمل كتاب الله فوق مكانة، فالكون يفخر بالذي يرعاه. وفي هذا المقام المبارك نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى مدير المعهد الفاضل الأستاذ أحمد كليبلي، الذي بذل جهودا عظيمة في خدمة القرآن وأهله، وسعى بكل إخلاص لتربية هذا الجيل المبارك على تعاليم الإسلام والقيم النبيلة. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذة الفاضل والمعلمين الكرام الذين تعينوا وصبروا وعلمونا كتاب الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولا ننسى كذلك جميع القائمين على تنظيم هذا الحفل المبارك وكل من ساهم في إنجاحه، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وفي الختام أوصي أبناءنا الخريجين بتقوى الله والمحافظة على القرآن تلاوة وعملا وأخلاقا، فإن القرآن إن لم تعمل به كان حجة عليك لا لك. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يبارك في هذا المعهد المبارك وفي مديره وأساتذته وطلابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.